كنت سهرانة بالليل وفتحت التلاجة لقيت فيها صدرين فراخ، قلت ادلع نفسي وادلعكم معايا. هنعمل مع بعض احلى واسهل نجرسكو ممكن تعملوها في حياتكم. لا بجد خطيرة، بشاميل كريمي. ولو اول مرة تشوفوني، انا مني من قناة اكلك ألذ مع بنات العيلة. يلا بينا نبدأ الفيديو. طبعا هبدأ بالفراخ الاول. في طاسة على النار فيها معلقة زيت ومعلقة سمنة، ونزلت الفراخ وبشوح الفراخ مدة ما تزيدش عن 5 دقايق. وبعد كده بنزل عليها بصلة متقطعة وفلفل اخضر واحمر وزيتون، وبقلب. وبعد كده بديها توابل بسيطة عبارة عن ملح وفلفل اسود وبودرة بصل و7 بهارات، واديها تقليبة وبس كده. اسلق المكرونه في حله فيها ميه بتغلي، وضفت فيها شويه ملح ونزلت المكرونه. وطبعا اهم حاجه في السلق التقليب المستمر. جينا لمرحله البشاميل. في حله على النار نزلت فيها 5 معالق سمنه وعليهم 5 معالق دقيق. مجرد ما الدقيق يتحمص مع السمنه وريحته تطلع معايا وياخد لون ذهبي جميل، بنزود اللبن. بحتاج تقريبا 6 كوبايات. بنزود اللبن بالايد والمضرب بالايد التانية عشان ما يكلكعش. بنقلب كويس مع نار هادية لحد ما نتأكد ان مفيهوش اي تكتلات. وببدأ ازود التوابل عبارة عن نص معلقة صغيرة ملح وربع معلقة فلفل اسود مع التقليب المستمر. وكده بقى جاهز معايا احلى بشاميل كريمي. جبت الصينية ونزلت فيها نص المكرونة وعليها شوية من البشاميل، وقلبي بقى كويس وفرديها في الصينية. وبعد كده نزلت الفراخ بالحشوة الرهيبة اللي عملناها، ونزلي باقي المكرونة وفرديها كويس. وبعدين غرقيها بالبشاميل وعليها شوية من الموتزاريلا. يا سلام على الحلاوة والجمال ده كله. شايفين الحلاوة دي ولا مش شايفين؟ ودخليها الفرن لحد ما تاخد لون ذهبي حلو كده. دي لازم تتاكل بعد ما تطلع من الفرن بريحتها الخطيرة جدا دي، وكريمي قوي يا جماعة. انا بحب اكلها اول لما تطلع من الفرن، بجد حلوة قوي. وهطلع قطع منها، طبعا مش هتكون متماسكة علشان لسه سخنة مولعة، بس بنحبها كده. واو، البشاميل كريمي جدا جدا وخطير ومظبوطة جدا، وطعمها بجد يا جماعة لا يقاوم. لازم بجد تجربوها. وهستنى تكتبولي رأيكم في الكومنتس، واشوفكم في فيديو جديد مع مني في قناة اكلك ألذ مع بنات العيلة. وما تنسوش اللايك والشير والمتابعة. باي باي.